بسم الله، السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نخيطوا هذه القندورة سامبل للعيد، قطع قماش ان شاء الله تنال اعجابكم. انا هنا شريت 2 متر ونص تاع القماش، راح نديرها من تحت دومي سولاي. هنا اخذت العرض تاع القماش هو طول الفستان. اولا راح نفصلوا مع بعض الجلال اللي يجي من الجهة السفلية. هنا ماهوش يبان مليح طباشير، من بعد راح يبان. هاوليك هنا اخذت طول 1 متر و10 سنتيم وعينت بشكل دائري كالعادة باش نتحصلوا على الجهة السفلية شكل دائري. ومن الجهة العلوية جهة خط الخصر أخذت قياس 9 سنتيم وعينت ساير داير. هنا أنا فصلت الجهة السفلية تاع الفستان، هاي لك أمامكم، والقطعة المتبقية هذيك يعني نبين فيها بلا فلاش راح نفصلوا منها الجهة العلوية تاع الفستان. ها هي النتيجة، الجلال تاع الجهة السفلية. وهنا هذيك القطعة المتبقية فصلت بها من الأمام والخلف. هنا هادو القطعتين اللي يجيو في الكتف تاع الأمام ويلصقوا في هاد القطعة تاع الأمام كما راهو باين أمامكم في الفيديو. وهنا أيضا القطعتين اللي يجيو في الكتف ونخيطهم في هاد القطعة. نتحصلوا على هاد النتيجة، هذا الأمام واللي حداه الخلف. هاد التبطينة اللي راح نبطنوا بها الأمام، وهذه التبطينة اللي راح نبطنوا بها الخلف. هادو الأكمام، العرض تاع الكم الواحد 30 سنتيم والطول 15 سنتيم، نفصلوهم بهذا الشكل. من بعد هادو الأكمام ما رايحينش يبانو، عفوا رايحين يتغطاو بالدونتيل. هنا 4 مستطيلات من الدونتيل نقصهم بالشكل هذا. طول المستطيل الأول تاع الدونتيل 62 سنتيم، الثاني 45، الثالث والرابع 32 سنتيم. الرابع نفصلوه كما هو باين أمامكم ونخيطوهم في الذراعين اللي كنت وريت لكم من قبل. هنا من بعد ما بطنت الأمام ولصقت هذوك القطعتين اللي يجيو في فتحة الرقبة، رايحين نخيطوا هذا القالون بالشكل هذا. نقص قطعتين يجيو بهذا الشكل، نخيط، من بعد نحط القالون بالشكل هذا ونخيط أيضا. نظن واضح.
رايحين تحصلوا على هاد النتيجة، يعني حاجة خفيفة ظريفة. القطعة الأولى تاع الدونتال راح نخيطوها بالشكل اللي فات أمامكم، ثم أيضا نعمل ديبلي ونخيط القطعة هذه القطعة الأولى، هذه هي النتيجة. ثم نخيط بنفس الطريقة القطعة الثانية، ثم القطعة الثالثة، ثم القطعة الرابعة، ونعمل طبعا ديبلي، نتحصلوا على هذه النتيجة. هنا الذراعين الاثنين خيطتهم بنفس الطريقة، هاي خيطت لهم هذاك الدانتيل. كاين بزاف في اليوتيوب قنوات وراو كيفاش تخيط الطريقة الصحيحة اللي نخيطوا بها الذراعين بهذا الشكل. وهذه هي النتيجة أمامكم. جات من تحت صولي ومن الفوق سامبل. إعجابكم ما بقى لي غير نقولكم أتهلاو كالعادة الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، وما توفيقي إلا بالله، والسلام عليكم.